عام واحد فقط كان كفيلا بأن يسرع شيخوخة التنظيم الأربعيني حزب الله، كأن إسرائيل ألقته في آلة زمن معكوس لا تحزن ولا ترحم، آلة محكومة بخوارزميات باردة ومجردة من المشاعر الدافئة. دخلها حزب الله شابا نضرا مفتول الشعارات مشدود العضلات مشدوها الجمهور، وخرج منها كهلا مترهلا متعبا يجر تاريخه على عصا حاضر مترنح، ويخشى صورته في مرآته أكثر مما يخشى عدوه عند الحدود. تلك المرآة التي اعتاد السيد حسن نصر الله أن يقف أمامها مطولا لم تكن تعكس فقط هيبته، بل صورة عدوه اللدود بنيامين نتنياهو. كان يرى هناك محاصرا في شبكة عنكبوت يتقدم نحوه من خلف الزجاج، ينظر إليه بثقة وينهر: أنا الأقوى، قبل أن يقهقه قهقهة صاخبة تصل أصداؤها إلى تل أبيب. وكانت صديقته المرآة وقتها تصدقه. أما اليوم فالوضع مختلف تماما. الشيخ نعيم قاسم يعبر الممرات كالغريب في بيته، يتجنب النظر حوله كي لا تصادفه المرآة التي تنصب له فخا. فهي بخلاف الأتباع لا تجامل، لا تهتف، لا تصفق، بل تقول الحقيقة عارية مجردة جارحة بصمت لاذع. وكثيرا ما يسمع صوتا يناديه من أعماق الزجاج: تقدم، لكنه لا يفعل، لأن المرآة ستقول له: سلم سلاحك. وفي مطلق الأحوال أمين عام حزب الله لا يسمع إلا صوت الله، ذاك الذي ينحدر من عليائه ليشاركه الحكم على الأرض. في حلقة الليلة نستضيف المدير العام لستاتستكس لبنان الأستاذ ربيع الهبر لنقرأ معه هذا التحول في صورة حزب الله، ولنقرأ معه كل التحولات السياسية والانتخابية محليا وإقليميا. أستاذ ربيع، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور أستاذ وليد.